في دراسة اتعملت تبع مجلة العلم النفس. الدراسة دي اللي عملته إن هي حللت كل الدراسات اللي اتعملت عن السعادة في القرن بتاعنا ده، والنتيجة كانت مرعبة. إن إحنا كبشر إحنا بقينا أكتر تعاسة من ما إحنا المفروض نبقى مبسوطين، مع إن في تقدم في التكنولوجيا سواء بقى موبايلات أو إنترنت، فالحاجات دي المفروض تخلينا مبسوطين، بس إحنا بقينا أكتر تعاسة. فتفتكروا ليه حاجة زي كده حصلت؟ يو فريندز، اهلا بيكم في الشانل بتاعتي، وهنا بنتكلم عن قصص وكتب بتعلمنا عالم البيزنس وتخلينا نتحكم في فلوسنا ونفكر بطريقه احسن. واحنا هنا جايين نتكلم عن ازاي تبقى مبسوط. انا كنت بقرا كتاب ذا سطر اوت اوف نوت جيفينج ان اف، فن اللامبالاه بتاع مايك مانسون، وهو قال جمله حلوه قوي ان احنا بقينا فاهمين السعاده غلط. وقال لو انت بتقدر الحاجات غلط فانت مهما عملت مهما حاولت كل ده هيوديك دايما في الحته الغلط. طب يعني ايه؟ يعني انت مثلا دلوقتي انت رابط سعادتك مثلا بان انت لازم تجيب موبايل جديد عشان الموبايل بتاعك بقى وحش، او عربيه جديده، او بيت جديد، وانت شايف ان هم دول السبب. او انك مثلا محتاج شغلانه جديده وان انت الشغلانه اللي انت فيها هي السبب في تعاستك. او انك مثلا عايز تسافر بره زي ابن خالتك. طيب ايه المشكله في الكلام ده؟ المشكله في الكلام ده ان انت بتربط السعاده بتاعتك بحاجه ماديه، حاجه ممكن تحصل في المستقبل او ما تحصلش. ودي في حد ذاتها وصفه للتعاسه، لان الحاجات دي انت مش متحكم فيها. انت مش متحكم ايه اللي هيحصل في المستقبل. هل انت ضامن بنسبه 100% اللي انت هيبقى معاك موبايل جديد؟ ممكن ما يبقاش معاك. انت دلوقتي لو ما جالكش موبايل جديد خلاص انت كده تعيس بقى وخلاص مش هتبقى مبسوط عشان انت ما جالكش الموبايل ده. وطريقه التفكير دي جايه من التواصل الاجتماعي، من السوشيال ميديا، عشان انت بقينا شايف الناس اللي حواليك كلهم زي الفل، ما عندهمش مشاكل، ما عندهمش اي حاجه، وبيجي لهم كل حاجه هم نفسهم فيها. ودي حاجه لازم تبقى حاطط دماغك فيها ان ده مش حقيقي. طيب امال ايه الحقيقي؟ انا مش فاهم. اولا لازم تعرف ان الدنيا دي مش عادله. انت هتبقى كويس في حاجات وهتبقى وحش في حاجات، ومهما حاولت هتلاقي دايما حد احسن منك. واللي انت بتاخد 24 قيراط ومهما حاولت مش هتاخد اكتر منهم. فما تقعدش تقول انا ليه حظي وحش او انا ليه كده. لا، هي الدنيا كده، ان الدنيا مش عادله. فده معناه ان انت لو قارنت نفسك بحد تاني المقارنه مش هتبقى صح، عشان هو ما عندوش نفس الظروف اللي عندك، ما عندوش نفس 24 قيراط اللي عندك. وده معناه ان انت لازم تقارن نفسك بيك انت النهارده بتاع امبارح، علشان ساعتها انت في نفس الظروف، فساعتها تقول انا اتحسنت ولا بقيت اوحش. تاني حاجه لازم تعرفها ان الدنيا دي مليانه مشاكل، ومهما حاولت مهما عملت دايما هيبقى في مشاكل. وان احنا في الدنيا دي ما علينا اللي احنا نحل المشاكل. فلو انت قعدت تفكر طريقه تفكير ان الناس اللي حواليك كلها ما عندهاش مشاكل وانت حياتك هي اللي مليانه وان انت اللي نحس، ده مش حقيقي. وان انت تفكر ان انت تهرب من حياه ما فيهاش مشاكل، ده غلط. عشان انت لازم تفكر ازاي تعيش دنيا تعرف تحل فيها مشاكل. والحلو في الموضوع ان اللي بيحل المشاكل دي حياته بتبقى ليها معنى اكتر بكتير. فانت كل ما بتحل مشكله كل ما حياتك هتبقى ليها معنى، لان انت هتغير حياتك او حياه غيرك، وهيبقى ليك امباكت. ودي في حد ذاتها حاجه مهمه جدا. واخر واهم حاجه الرضا. لازم تتعلم ازاي تبقى راضي. وخليني اقول لك ازاي تبقى راضي. اول حاجه لازم تفكر فيها هي النعم ربنا سبحانه وتعالى مديها لك. ابسط حاجه، انت دلوقتي بتشوف فيديو وبتسمع، وعلى موبايل، على يوتيوب، على انترنت، ومعاك بصر ومعاك سمع عشان تشوف كل الكلام ده. كل دي نعم بس عشان تشوف الفيديو اللي انت بتسمعه ده. ودي في حد ذاتها حاجات كتيره قوي من ربنا سبحانه وتعالى، والحمد لله عليه. انا بعمل تمرين لذيذ قوي، واللي هو انا بكتب 3 حاجات اول ما بصحى من النوم اقعد افكر فيهم نعم. مثلا انا بحب القهوه جدا جدا، فانا بقعد افكر في قد ايه انا محظوظ اللي انا فتحت بس الدولاب لقيت القهوه قدامي، قمت مسخن ميه هوبا بقى عندي كوبايه قهوه لذيذه استمتع بيها. محتاجتش بقى اطلع على الشجر، محتاجتش اروح انقل القهوه دي، محتاجتش اقعد اجهزها. انا يا دوبك بس فتحت لقيت القهوه دي قدامي. فدي في حد ذاتها نعمه كبيره. وبقعد اتمعن في قد ايه انا الحمد لله ربنا مديني نعم كبيره. دول بيخدوكش راحه البال وبيخلوك تقدر تكمل اليوم وتعرف تواجه المشاكل اللي هتقابلها. تاني حاجه لازم تساعد غيرك، عشان اولا لما بتساعد غيرك مشاكلك بتحس ان هي بتصغر، وبيبقى كل اللي بتفكر فيه ازاي غيرك يبقى مبسوط. ودي في حد ذاتها بتدي معنى لحياتك كويسه قوي، وبتخليك انت عرفت تسيب اثر في حياه غيرك وتساعده. فدي حاجه كويسه قوي وهتخليك عندك راحه البال. واهم حاجه في كل ده طريقه التفكير. لازم تشتغل على طريقه تفكيرك، سواء انك تقرا كتب، سواء انك تشوف فيديوهات زي الفيديوهات اللي انا بعملها. حاجات كتيره قوي كلها لازم تشتغل على طريقه تفكيرك. طيب فدلوقتي خليني اجمع لك البازل ده كله مره واحده. انت عشان تبقى مبسوط، هو في الاول وفي الاخر بس عشان تبقى فاهم، السعاده دي ما هي الا احساس بيروح وبيجي. فانت لما بتبقاش مبسوط طول الوقت ده مش غلط، احنا في الدنيا، ففي الدنيا السعاده بتروح وبتيجي. طيب فانت يبقى اول حاجه لازم تحملها ان انت محتاج تشتغل على طريقه تفكيرك، سواء انك تقرا كتب او تعمل الكلام ده. تاني حاجه لازم تتعلم ازاي تبقى راضي، وتتعلم وتشتغل على الرضا. تفهم ان الدنيا دي مش عادله، وان المشاكل دي هي اللي بتدي معنى لحياتك. ما تخافش منها، دي حاجه تبقى جاهز لها. ولما تبتدي تشتغل على كل دول هتبتدي تحس بالرضا، وهتبتدي تحس براحه البال. وانت لما توصل راحه البال دي هتخلي احساس السعاده هيجي اكتر من ما كان بيجي زمان، ويخليك تعرف تعيش الدنيا دي على الاقل مبسوط شويه. اتمنى يكون الفيديو ده عجبك. هسيب هنا فيديو لاحسن 5 كتب انا قريتها. هتشوفك في الفيديو التاني.